السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، ازيكم، وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع فيديو النهاردة: ايه أفضل طرق تبيع بيها وتشتري الحمام؟ نختص بكده الناس اللي هي اللي بتعمل مشروع، لأن السؤال ده بيجيني كتير. أنا عايز أعمل مشروع وعندي خبرة عن تربية الحمام وعلاجات الحمام وكل شيء، لكن مش عارف ازاي هبيع الإنتاج. قبل ما نبدأ الفيديو عايزك تعمل لايك. الناس اللي بيحبونا تعمل لايك، لأن الموضوع مهم جدا يهم الناس كلها. هنقسم الفيديو ازاي تبيع حمام، سواء هتبيع مذبوح زغاليل مذبوحة، طبعا بنتكلم عن الحمام اللحم، او هتبيع سلالة سواء زغاليل او شباب او حمام شغال، او انت كنت عندك فعلا مشروع وعايز تصفي المشروع ده تبيعه مرة واحدة. هكلمك عن الثلاث طرق دول، كل واحدة لها طريقة. ايه افضل طريقة تجيب بيها تبيع بيها بسعر كويس وتجيب فلوس؟ ولو انت عايز ترتاح، في طرق تانية اللي بتبيع وانت مرتاح. كل طريقة لها مميزاتها ولها عيوبها. هقول لك على كل طريقة وانت تختار الطريقة الانسب ليك، وانا هقول لك رأيي برضو الطريقة اللي انا بفضلها ايه. اول طريقة اللي هي الزغاليل المذبوحة، انك انت هتذبح الزغاليل وانت طبعا مربي في مكانك، في بلدك، قريتك، محافظتك، الجيران، هتبيع للجيران. تمام، هتبيع للجيران المذبوح، ان شاء الله يجي لك زباين كويس. لكن هي عيوبها ايه الطريقه دي انك تبيع للجيران؟ يعني ممكن ما تنفعش مع مين وتنفع مع مين. تنفع انك تبيع لو انت ما فيش جنبك ناس كتير مربيه حمام، لكن بالنسبه للقرى اللي هي الارياف اللي هم كل الناس فيها بيربوا حمام، فبيكون سعر الزغاليل فيها ضعيف، مش هيعجبك. ففي الحاله دي مش هيعجبك الطريقه دي لو انت في قريه والناس جيرانك كلهم عندهم بيربوا حمام بلدي، في سعر الزغيل عندهم قليل، فمش هينفع تبيع في قريتك. يبقى في الوقت ده لها طريقه تانية. الطريقه التانية انك تبيع زغاليل للمحلات، جنبك محلات اللي هي بتذبح الفراخ وتبيع فراخ مذبوحه. هتروح تقول له انا بيطلع عندي مثلا كل اسبوع 10 زغاليل، او عندي عدد معين ببيعه كل اسبوع، بطلع الكميه دي من الزغاليل. هيقول لك طيب وريني الانتاج. طبعا هتاخد من المتوسط، هتاخد من الضعيف، وتاخد من القوي، وتاخد من كده، يعني ما تاخدلوش احسن حاجه تديها له عينه، طبعا زي ما اقول لك عشان المصداقيه. هيشوف هو ويقدر، يقول لك انا هاخد منك جوز الزغاليل بسعر كذا. اذا عجبك السعر اتفق معاه انك انت هتورد ليه كل اسبوع. اذا ما عجبكش السعر فيه طرق تانية. تمام، وطبعا كل الطرق اللي احنا بنقولها دي على حسب منطقتك. في مناطق فيها الاسعار عاليه، المناطق الراقيه، المناطق السياحيه فيها اسعار عاليه، المناطق الريفيه الاسعار فيها بتكون قليله. ده بينطبق على كل الحاجات اللي احنا هنقولها دي. الطريقه الثالثه انك تبيع زغيل مذبوحه، انك تبيع للمطاعم. تمام، تشوف المطاعم الكباب والكفته والمشويات، هتروح تتفق معاه، تاخد له برضه من اوسط الزغاليل عينه مذبوحه متغلفه في طبق متنضفه كويس. هتقول له انا بيطلع عندي الكميه اللي بتطلع عندك كل اسبوع، اقدر اورد لك قد كده. هيتفق معاك على سعر. اذا عجبك السعر توكل على الله. تمام، اذا ما عجبكش السعر في طريقه رابعه. الطريقه الرابعه لبيع الزغاليل المذبوحه انك تذبح وتغلف في طبق وتعرض على النت، على الميزان، تجيب ميزانك الحلو كده اللي بالارقام، توزن زغاليل برضو من متوسط. او في طريقة تانية برضو انك انت تحدد وانت بتعرض على النت. هتقول اول حاجة في المنشور اللي انت هتنشره على الفيسبوك او في جروبات الحمام اللحم، انك هتنزل منشور باسمك. اوعى تنزله مجهول الهوية، بلاش مجهول الهوية. تمام، عشان يكون في مصداقية. بس هتنزل عنوانك فين. تمام، عنوانك فين عشان محدش يروح كل شويه يقول لك انت مكانك فين. رقم تليفونك يكون عليه واتس. هتوزن الزغاليل في الفيديو وتقول، او صور، تنزل صور مثلا من 500 جرام ل 600 جرام وتقول سعره كذا، من 600 ل 700 تقول سعره كذا، من 700 ل 800 تقول سعره كذا. تمام، حدد الاسعار. هتريح نفسك جدا جدا وهيجي لك زباين كويسه وباسعار كويسه. لكن الطريقه دي عيوبها ايه؟ انك انت المذبوح مش هتقدر تنقله ما بين محافظة لمحافظة. تمام، هيكون صعب جدا، محتاج تلج ومحتاج تبريد وحاجات زي كده. فيفضل ان انت تبيع في المدينة اللي انت تابع ليها،
او المدن اللي هي داخل محافظتك هتبيع باسعار كويسه. لكن في الريف في القريه بتاعتك، او لو انت من القريه يعني، هتكون البيعه يعني على قدها شويه، زيك زي جيرانك اللي هم بربين الحمام البلدي او اعلى شويه منهم، لكن مش هيكون بالسعر الكويس اللي يفيدك. لكن دي اظن ان هي افضل طريقه. لكن عشان تذبح حدد لنفسك يوم، حدد لنفسك يوم تقول يا جماعه انا بذبح يوم كذا، عشان الناس تحجز بعربون وتسلمهم في نفس اليوم اللي انت بتذبح فيه. يعني مثلا هقول لك هم يومين اللي يفضل ان انت تذبح فيهم. لو انت هتذبح في محلات الفراخ مش انت اللي هتنظف في البيت، يبقى هتختار يوم الاربعاء. ليه يوم الاربعاء؟ يوم الاربعاء محلات الفراخ بتكونش لسه زحمه. يوم الخميس صعب ان هو يذبح لك لان بيكون عنده شغل كتير. لو انت هتذبح في البيت اذبح يوم الخميس. ليه بقول لك يوم الخميس؟ لان الناس معظم الناس بتشتري طلباتها يوم الخميس والجمعه، او اللي هو بياكل يوم الجمعه اكله حلوه كده، عايز ايه ياكل اكله الزغايل دي يوم الجمعه. فانت يفضل يوم الخميس، اظبطها كده، ان ما كانش الخميس يبقى الاربعاء. تمام كده. طبعا طريقه ان انت تبيع على النت، فمن كتر ما انت بتنزل منشورات هتتعرف على النت بسرعه، الناس كلها بتقول لبعض والمنشورات بتتشير وهكذا، فهتتعرف وهتشتهر بسرعه بان الراجل ده بيبيع حمام مذبوح كويس. وكمان اهم شيء في الموضوع ده المصداقيه. لو انت صدقت مع الناس زباينك كل مدى هتكون بتزيد. هتصدق مع الناس في ايه؟ انت حددت السعر، اما تقول من 500 ل 600 ما يروحش يلاقيهم اقل من كده، هيبقى من 500 ل 600 ما يقلوش. من انا سايب لك 100 جرام يعني ايه تشتغل فيهم اهو، من 600 ل 700 وهكذا، تبقى ما في مصداقيه. اهم شيء المصداقيه، بعد كده مش هتلاحق على بيعه. طيب لو هتبيع مذبوح، حد طلب منك مذبوح لمحافظه تانية، مكان بعيد، هياخد وقت في السفر كتير، 6 7 ساعات 8 ساعات 12 ساعه، ده يفضل ان انت تعطيه الحمام في كرتونه صاحي، الزغاليل صاحيه في كرتونه، تصورهم له، تقول وزنهم له برضه على الميزان، دول كذا، اتفقتم على السعر، تشحنهم له هو ياخدهم يذبحهم عنده. تمام. الشخص اللي هنبيع له وهنشحن له ده من بعيد وهنديله الحمام في كرتونه وثق فينا، لازم نعطيه احسن حاجه يا جماعه. ده لازم نعطيه احسن حاجه عشان يكون فيه بعد كده ثقه ان هو يكرر التجربه مره تانية ويجيب لك ناس وقرايبه. وهي بتبقى كده، ما بتبقاش بيع وخلاص، العمليه بتستمر وبتصير صداقه مع العميل بتاعك ومش هتلاحق بعد كده بيع. يبقى انا شايف هنا ان افضل طريقه ان انت تعرض على النت. دي افضل طريقه في الطرق اللي انا قلتها كلها ديت، ان انت تبيع على النت. هيجي لك زباين اكتر من الناس اللي انت تعرفها اللي هي جوارك، فهيكون المدى النت النهارده الناس كلها بتشوف الفيسبوك، والناس متابعه كلها جروبات الحمام اللحم. طب لو هتبيع زغاليل للتربيه، زغاليل معتمد عمر شهر ونص، طبعا اللي بيبيع للذبح ده بيبدا من عمر 25 يوم لحد عمر 30 يوم، ده اللي بيذبح في الاعمار دي. بتكون لسه الريش اللي تحت هنا لسه ايه ما اكتملش. تمام. ريش الجناح من تحت هنا تكون ايه زغاليل لسه ما خستش، لان بعد 30 يوم على فكره الزغاليل اللي انت هتذبحها بتخس. لو هتبيع بقى الزغاليل للتربيه بتسيبها عندك لحد عمر شهر ونص، دي بيكون طبعا سعرها اعلى شويه، فانت بتبقى مختار الزغاليل اللي انت هتربيها وتسيبها لما يبقى عمرها شهر ونص، دي اللي تبدا تبيعها. او هتبيع شبابات او هتبيع شغال. تمام كده. الثلاث حاجات دول هتبيعهم ازاي؟ افضل طرق لبيعه الايه الحمام السلالات. بالنسبه ليا السوق دي حاجه انا ما بروحش السوق، بس انا بقول لك الطرق اللي انت ممكن تبيع بيها. السوق وده طبعا تعب، انا ما بروحش السوق لان مجهود ان انت تجيب الحمام وتحطه في سلكات وتاخد الحاجات دي وتروح السوق وترجع بالحمام اللي يتبقى، تقف في الشمس وتعرض، وده يمسك ويقلب ويسيب، الحمام بيرجع تعبان وممكن تنقل امراض من السوق وانت راجع. فانا ما بفضلش حته السوق دي نهائيا. تمام. الطريقه الثانيه اللي هي انا بفضلها ان انت تعرض على النت. طريقه البيع على النت محتاجه منك ان انت تصوير واضح، فيديو بهدوء، فيديو قصير بهدوء، هتصور له وتقول له القص ده مثلا وليكن كده، تقرب بالكاميرا وتقرب وتقول له القص ده شغال وتحته زغاليل، او القص ده شغال وتحته زغاليل وتحته محصى كده يعني، وتشوفه وعمره قد ايه وسعره قد ايه، وكل شيء هتكون واضح وانت بتبيع على النت. تمام.
برضو ما تنساش تقول مكانك فين، رقم تليفونك فين، وممنوع مجهول الهوية، ممنوع مجهول الهوية نهائيا. خلاص، لان دي ده شيء حتى لو كنت ست، ممنوع مجهول الهوية. خلي ابنك هو اللي ينشر، بلاش مجهول الهوية دي، لان مجهول الهوية دي يعني الراجل ده مستخبي من حاجة، مش عايز يظهر اسمه، الناس بتبدأ تشك ان الموضوع فيه نصب. تمام. طيب لو هتبيع على النت وهتشحن الحمام، انت اتفقت اهو وهتشحن الحمام، او انت برضو هتشتري على النت الكلام للي بيبيع وللي بيشتري. انا بعت لك حمام، قبل ما ببيع لك اتفقنا على حاجه، بقول لك حول لي فلوس الحمام على فودافون كاش او انستا باي او اي طريقه. خلاص اتفقنا على انك تحول، انت حولت الفلوس. لو انت خايف من اللي بتشتري منه او مش واثق فيه او ان هو هياخد الفلوس ومش هيشحن حمام، ما تحولش فلوس. خلاص تمام، ما تحولش فلوس الا لحد انت تعرفه وتثق فيه. ده حاجه. اللي بيبيع بقى ما تشحنش حمام الا ما يحول لك فلوس. الله، طب انت كده حيرتنا. اقول لك ليه؟ لان اللي بيبيع برضه هتقول لي يعني هو ضامن حقه ومش هيتنصب عليه، ممكن الفلوس تجيله مع السواق. ممكن، صحيح صحيح فعلا صحيح، لكن انا ما اضمنش اللي بيشتري مني كل مره ده لو انا اعرفه قبل كده واشتري مني واتعاملنا قبل كده. لكن لو هو انا ما اعرفوش وهو اول مره يشتري مني ومفيش، يا زي ما هو ما يعرفنيش انا كمان ما اعرفوش، هبعت له الحمام الموقف، لان احنا بنبعت من الموقف من محافظه لمحافظه وبيروح يستلم من محافظته. فلنفرض هو قال هدي السواق فلوس واروح استلم الحمام في الميعاد المحدد بينكم يعني او المتفقين عليه، وهو ما راحش يستلم الحمام، ايه اللي بيحصل؟ السواق بيقعد يرن عليه، ما بيجيش يستلم الحمام، السواق بيفضل معاه الكرتونه محبوس فيها الحمام ممكن يموت في الكرتونه، لان السواق مش هيجي على طول، يعني السواق مش رايح جاي، السواق رايح مثلا لو انا من دمياط مثلا هو رايح القاهره او محافظه او اسكندريه مثلا، السواق ممكن يبات في الموقف لحد ما يجي دوره تاني يوم. بيحصل كده، يبات اما يجي دوره يحمل ويجي، ما بيرجعش فاضي، فالحمام هيفضل محبوس في الكرتونه لحد ما الراجل يجي. الله اعلم ان كان الحمام تعب او مات، الحمام ما كلش، الحمام ما شربش، والدنيا حر الايام دي مثلا او في الشتاء او ايا كان. انا استفدت ايه لما الحمام راح وجه؟ هيقول لك انت ما خسرتش حاجه، الحمام رجع لك. لا، خسرت ان انا رحت الموقف وديت الحمام ودفعت له شحن وهو رايح، ما انا هدفع بقى الشحن رايح جاي، ورحت جبت الحمام مره تانية كمان من الموقف وبهدله ملهاش اي لازمه. فهي زي ما انا بقول ما تحولش فلوس للبائع لو انت مش واثق فيه، كذلك ما تشحنش حمام الا بعد دفع المبلغ المتفقين عليه. تمام. الحاجه الثالثه، لو انت بتصفي حمام عندك مشروع كبير او صغير، عندك 100 جوز 200 جوز 300 جوز 400 الافات، تمام، ايه افضل طريقه تبيع بيها الكميات؟ لو عندك عدد قليل 5 6 جواز هتاخدهم وتروح السوق، سهله قوي، هتبيعهم لمعارفك، فلان ما انتش عايز، انا بصفي حبايبك، ما انت كده يعني. لا، لو عدد قليله يعني برضه تقول لهم لو انت عندك عدد كبير، لكن لو مزارع اللي هي كبيره قوي يعني محتاجه طريقه تانية، اعرض على النت الاعداد الكبيره، اعرض على النت وابيع، اللي عايز جوزين 3 عايز 5 ابيع كده قطعي، ولا اروح السوق برضه هبيع قطعي. الطريقتين فيهم تعب، لو رحت السوق هتجيب سلاكه وتشيل وتودي وتبيع اللي تبيعه وترجع بالحمام وهيتباع قطعي. وطريقه النت نفس الحكايه، هتصور له وتاخد كرتونه تحط فيها الحمام اللي اشتراه وتاخده وتشحنه من الموقف ده لو جالك حد من محافظات بعيده يعني او يجي لك يستلم. لكن عيوبهم الطريقتين دول ان انت اللي هتبيعه هتجيب بيه اكل للباقي الحمام، تمام، هتبيع بسعر كويس، لكن اللي هتبيعه هتشتري باكل وتصرفه تاني على الحمام تاني كانك ما بعتش حاجه. فاحنا بنقول في الطريقه دي اللي بيصفي ان الحمام بياكل بعضه. طيب يعمل ايه اللي عنده كميه كبيره دي؟ اللي عنده كميه كبيره دي هيعرض على النت ويقول الكميه على بعضها، هيجي له التاجر هياخد بسعر قليل، لكن التاجر لما هيجي هيشيل كل الحمام، التاجر هيجي يجيب العربيه بتاعته والاقفاص بتوعه، مش هيتعبك في حاجه، هيشيل كل الحمام الكويس والوحش مش هيفرز. لكن انت لما هتبيع قطعي في النهايه هيتبقى عندك حمام
واللي هتبيعه هتاكل بيه الحمام في البدايه. انما ده هيجي هيصفي الحمام، هياخد باسعار قليله، ممكن تكون زعلان، لكن لو حسبتها بالطريقه اللي انا بتكلم بيها دي هتبص تلاقي ان انت مسكت فلوسك. هي اقل فعلا من حسبتك اللي انت حاسبها لو بعت بكذا، لكن اللي انت بتبيعه بتاكل بيه الحمام فما استفدتش حاجه. فافضل طريقه للي بيصفي انه يجيب التاجر يلم كل الحمام ما يبقيش منه ولا ريشه. ده بالنسبه للي بيصفي، ده انا شايف من وجهه نظري ده افضل طريقه للي بيصفي. خلاص هو مستعجل وعايز يمسك فلوس، لكن تفضل تبيع جوزين النهارده وجوزين بكره، الموضوع ما بينتهيش، مش هيخلص معاك، هتفضل برضه مستمر زينا. لكن لو انت مستمر خلاص بيع بنفس الطريقه على النت. انا بفضل بيعه النت اللي هي بيع قطاعي، لكن لان انت مستمر احنا بنبيع وبنجيب اكل تاني، واللي بنجيبه بنصرفه على الحمام مستمرين. لكن يوم ما تفكر ان انت تصفي، صفي مره واحده، مفيش غير التاجر اللي هيحل لك الموضوع ده. حد تاني من حبايبنا كان منزل منشور بيقول هو ليه يا جماعه احنا لما بنشتري حمام بنشتريه غالي، ولما بنيجي نبيع بنبيعه رخيص؟ هي لها اسباب. السبب ان انت ما انتش معروف زي اللي باع لك الحمام الغالي. اللي باع لك الحمام الغالي هو معروف بالنوع ده، انت اشتريت نوع غالي، سلاله نادره، عشان هي سلاله نادره. تمام. لما تيجي تبيع من انتاجها طبعا مش هتبيع زي ما انت شاري، لانك انت مثلا شاري غالي جدا، انت شاري مثلا ب 20,000 ب 30,000. الناس بتستغرب من الاسعار دي، لكن وفي اكتر كمان. فلنفرض مثلا انت جبت جوز، وانا هنمثل على اللي عندي عشان انا مش عندي زينه يعني. تمام. لو انت جبت جوز بختم الشركه الفرنسيه، ختم اللي في الجناح، طبعا ناس كتير سمعت من حضراتكم عليه ب 20,000 وب 30,000 الجوز الحمام. تمام. ده عشان الختم؟ لا، هو عشان السلاله البيور ومميزاته مش هنتكلم عنها دلوقتي. لكن هو ده انت شاريه بسعر عالي. هل انت انا لما جبت ده ب 20,000 او ب 30,000 انا هبيع من زغاليله او حتى من ولاده الشباب او اللي هم على وش شغل بنفس السعر؟ لا طبعا مش هبيع بنفس السعر ولا بنص السعر. انا بقول لك كده، انا مني مصطفى، انا بقول لك انا مش هبيع بنص سعره. لو وصل ان انا هبيعه شغال مش هيتباع بنص السعر. طيب هتبيع ازاي؟ هقول لك انا. انت في الطريقه دي تعوض ازاي؟ تعوض وتجيب فلوس القص اللي انت اشتريته غالي ازاي؟ انت مثلا هتجيب القص ده، تاخد ولاده تفرخ منه زغاليل وتربيهم لمده سنه، مثلا يكون عندك منه مثلا في خلال السنه دي طلع لك 8 عشوش. تبدا بالثمان عشوش دول بقى عندك منه عدد امهات اهوت من نفس السلاله، تبدا تبيع من ولاده بعد سنه، من ولاده. تمام كده، من ولاده هو يكون برضه شغال يكمل معك ان شاء الله، عشان تحافظ عليه هو وتقدر تلم فلوسك. مش قبل سنه تنتج وتبيع بعد سنه من زغاليل ده، يعني من احفاده اللي احنا بنقول عليه ايه؟ جيل تاني. يعني ده ولاد ده بنقول عليهم جيل اول، ولاده بنقول عليهم الجيل الثاني. فانت هتبيع من الجيل الثاني، هي مش هتفرق عن الجيل الاول بالنسبه للي هيشتري، لكن انت عشان يكون عندك منه. لكن عشان تبيع من ولاده مباشره اللي يطلع تبيعه، فبدك تبيعهم بنص سعره، فهيكون غالي جدا، مش هتعرف تبيع. لازم يكون عندك كم جوز منه اشتغلهم، تفرخهم وتشغلهم، بعد كده تبيع. تبدا ان انت تعوض النسبه. طبعا هياخد وقت. طبعا انت لو انت مستعجل ما تجيبش الحاجه الغاليه، لو انت مستعجل تلم فلوسك بسرعه ما تجيبش الحاجه الغاليه، محتاجه نفس طويل قوي. ان انت عايز يبقى عندك سلاله كويسه، يبقى عندك على المدى البعيد تقدر تبيع بعد كده وتجيب اللي انت صرفته، بس على سنوات، يعني مش سنه واحده، سنه 2 3 كده يعني. ده اللي عايز يجيب حاجه غاليه. بس كده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.